كيكة الأفاتار حلويات سهلة وسريعة من اللي قلبك يحبها ومليانة ألوان وهتطلع معاكم حدوتة. عندي كيس جيلي فراولة، نبدأ نحط عليها كوباية مية سخنة ونقلب، بعد كده كوباية مية باردة ونخليها على جنب، ونفس الكلام هنعمله في الجيلي المانجا، كوباية مية سخنة ونقلب وكوباية مية باردة. والمشمش برضه هنعمل فيه نفس الكلام. المشمش بقى هنقسمه على اتنين وناخد واحدة منهم نحط فيها لون طعام أخضر، وممكن تختار الألوان اللي تعجبك. كده كده المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. تبدا تحط كل الحلويات دي في علب كده، تخش التلاجة وتسيبها حوالي 4 ساعات لحد ما تمسك. والنبي في حلاوه كده الواد حدوته مدلعكم. نعمل الكريمه، حله على النار فيها نص كيلو لبن واربع معالق سكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، ومعلقتين جيلاتين، وتبدا تقلب كل ده كده على البارد وعلى نار هاديه لحد ما يسخن. اول ما يسخن هتسيبه يبرد على جنب. نطلع الجيلي ونبدا نقطعه مكعبات كده، وهات اي حاجه تخش التلاجة، سيليكون بقى، اي صينيه براحتك، الحاجه اللي موجوده عندك اعمل فيها. تبدا تقطع كده الجيلي مكعبات صغيره وتبدا تحطها كده، وانا عايزك تلون الالوان كده وتدلع نفسك. لو عندكم اطفال خليهم يعملوا معاكم الاكله دي، هينبسطوا جدا. بعد كده اللبن بعد ما برد يكون دافي يا جماعه، ما يكونش سخن، عشان لو سخن هيسيح كل الجيلي ده. اهم من الشغل ظبط الشغل. هتطلعها التلاجة حوالي ساعتين لحد ما تمسك، هتطلعها بقى وتبدا تقطعها. كل وادعي لي، اعمل سيف للحلقه دي عشان في دلع الفتره اللي جايه. اكله سهله وسريعه واي حد ممكن يوم يعملها في البيت. سلام.